هل الفرضية ضرورية في المنهج التجريبي؟ مقدمة. يعتبر المنهج التجريبي أساس المعرفة العلمية الحديثة، إذ يقوم على دراسة الظواهر الطبيعية قصد الكشف عن قوانينها. غير أن الفلاسفة والعلماء اختلفوا حول نقطة انطلاق هذا المنهج. هل يبدأ بالملاحظة والتجربة وحدهما، أم أن الفرضية العقلية تعد عنصراً ضرورياً في البحث العلمي؟ ومن هنا نطرح الإشكالية الآتية: هل الفرضية ضرورية في المنهج التجريبي، أم يمكن الاستغناء عنها؟ عرض الموقف الأول القائل بضرورة الفرضية. يرى أنصار هذا الموقف أن الفرضية عنصر أساسي في المنهج التجريبي، إذ لا يمكن للعالم أن يلاحظ الطبيعة ملاحظة علمية دون توجيه عقلي مسبق. فالفرضية تمثل تفسيرا مؤقتا للظاهرة، ينطلق منه الباحث لتحديد نوع التجربة وأدواتها وضبط شروطها، وبذلك تصبح الملاحظة موجهة لا عشوائية. الحجج والأدلة. الواقع الطبيعي معقد ولا يمكن ملاحظته دفعة واحدة، لذا تحتاج الملاحظة إلى فرضية توجهها. التجربة العلمية لا تجرى عبثا، بل لا بد أن تبنى على سؤال أو افتراض مسبق. يقول كلود برنار: الفرضية هي نقطة الانطلاق الضرورية لكل بحث تجريبي. ويؤكد ماكس بلانك: التجربة لا معنى لها دون فرضية تفسرها. عرض الموقف الثاني القائل بعدم ضرورة الفرضية. يرى أنصار الاتجاه التجريبي أن الفرضية ليست ضرورية، بل قد تشوه الموضوعية العلمية، ويؤكدون أن العلم يجب أن ينطلق من الملاحظة الحسية والتجربة الخالصة، لأن الفرضية قد تدفع العالم إلى لي الوقائع لتوافق أفكاره المسبقة. الحجج والأدلة. الفرضية تسبق التجربة وقد تؤثر في نتائجها. الملاحظة الدقيقة والمتكررة كفيلة باكتشاف القوانين العلمية. يقول فرانسيس بيكون: يجب تحرير العقل من الأوهام حتى يفهم الطبيعة. نقد الموقفين. الموقف الأول يبرز دور العقل، لكنه قد يبالغ في تقدير الفرضية إذا لم تضبط بالتجربة. أما الموقف الثاني فرغم دفاعه عن الموضوعية، إلا أنه يهمل دور العقل، إذ إن الملاحظة وحدها لا تفسر الظواهر بل تكتفي بوصفها. التركيب. حل الإشكالية. إن المنهج التجريبي السليم يقوم على التكامل بين العقل والتجربة، حيث توجه الفرضية الملاحظة، ثم تأتي التجربة لتأكيدها أو دحضها. وفي هذا السياق يقول غاستون باشلار: العلم يتقدم بطرح الفرضيات ثم تصحيحها.